السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبتدي كده يا جماعة نصلي على النبي، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك معانا في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد مني إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الصينية بالفراخ بالطريقة الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا هنا بقى ابو ادم جاب لي فرخة من السوق زي ما انتوا شايفينها كده اهيت. انا قلت بقى بنعملها في صينيه بطاطس بطريقه جميله وهتحبوها. شايفين الفرخه بعد ما موتوها وجابوها لي كده بتنضفها، جايبينها لي بالخضار، حاطين عليها الخضار، مهتمين بقى يعني بعد ما الفرخه ماتت. ما علينا بقى. إيه هنعمل بقى الفرخه في صينيه بطاطس. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا هنا جايبه الصينيه بتاعتنا. طبعا انا الفرخه غسلتها، شطفتها كويس، شلت اللي عليها ده كله ورميته وشطفتها كويس وقطعتها وغسلتها في ميه وحطيتها في ميه وخل وملح وليمون زي كل مره وسبتها شويه على ما الفرخه تتنقع. نكون عملنا مع بعض على ما تتنقع شويه في الميه بالملح بالخل بالليمون، يكون عملنا مع بعض صينيه البطاطس بتاعتنا اللي احنا هنعملها دي. انا هنا جبت البصل عاملاه شرايح، والبطاطس شرايح، وضربة الطماطم ومصفيها، وعندي البهارات بتاعتي، وعندي الثوم بتاعي مقشراه. انا هنا بجيب البصل بفرغه من بعضه زي ما انتوا شايفينه كده، بخلي كل حلقة وحلقة بره التانية بحيث ان البصل يستوى معايا ما يبقاش طري في الاكل وفي صينية البطاطس، بما اننا بقى ان البطاطس ما بتاخدش وقت في السوية وبتستوي بسرعة، وعشان برضو ما تتهراش وتطلع معايا مظبوطة وجميلة. فانا هنا بعملها بطلع البصل الحلقات دي من بعضها. انا هنا بقى جايبه الثوم، ما رضيتش بقى اللي انا ادقه بقى، قلت بقى ما نعمله قدام منكم كده في المبشره البسيطه ديت بتاعه الثوم. جبت راس توم كده صغيره وقشرتها. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا في اي طبيخ لازم أنا احط فص او فصين توم من الثوم، مفيد جدا للجسم وصحي جدا، وفايدته اكتر من ما بيضرك، يعني هتستفاد منه اكتر ما بيضرك. واي نعم بيجيب لو انت عندك القولون وكده فهو بيتعب القولون زي البصل، بس انا عايزه اقولك ان هو مفيد جدا للجسم في الاكل وجميل ومش هيضرك بحاجه وصحي جدا وهيفيدك بحاجات كتير. طبعا احنا كلنا عارفين ان الثوم ليه فوائد كتير طبعا. هنا انا عملت الثوم اهوت مع البصل، وهنعمل بقى البهارات بتاعتنا علشان نخلطهم كلهم مع بعض خلطة كويسة كده، خلطة محترمة كده، ونعملهم مع بعض. انا هنا بقى بعد ما شفت الثوم اهوت مع البصل هنزل بقى كده باتنين مرقة من الدجاج، بتخلي طعم البطاطس جميل جدا. انا عامه يا جماعه محبش احط كمون، محبش احط كزبره، انا ولا بحب احط فلفل احمر وملون ورومي والكلام ده في صينيه البطاطس، تحس ان هي مغيره طعم البطاطس. ففي معظم الناس بتحب تحط فلفل، فانا ما بحبش احط فلفل. كل واحد وطريقته يا جماعه. انا هنا نزلت معلقتين من الفلفل الاسمر، ونزلت معلقتين من الملح، ونزلت طبعا باتنين مرقه، كل حاجه اتنين. وطبعا وبتظبطي كل حاجه. طبعا انا عاملهم بيضه ومحدش يقول لي بقى جاونت ومش جاونت، انا كل في الفيديو بقول لكم كده لحد ما ربنا يفك اجيب جاونت ان شاء الله. عملت بقى كله في بعض اهوت، وهنزل بقى بالبطاطس كمان. كانك بتاخدي غسيل فمين، بتدعكم في بعض كده، بتعملي المكونات كلها والبهارات كلها في قلب البطاطس. في طبعا ناس بتحب ترص البطاطس الاول وبعد كده البصل وبعد كده تعمل بقى الفلفل وبعد كده مش عارفه. لا انا بحب اخلط كله مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين، وبخلي الصلصه اخر حاجه. كده كده الصلصه زي ما هتبقى فوق هتبقى تحت، لان هي ماده سايله وهتنزل في الصينيه كلها. فانا بخلط المكونات والبهارات كلها مع بعض، وبعمل كله في بعضه كده. باخد البطاطس مع البصل فمين يا جماعه، وهسويها زي ما انتوا شايفين كده بقى. بعد ما عملتها كلها مع بعضها، شايفين البطاطس كلها بهارات اهيت، والبصل اتوزع في الصينيه كلها زي ما انتوا شايفين اهيت. انا هنزل بقى كده بالصلصه بتاعتنا اهيت. انا ما بحبش اخلي الصلصه برضو تقيله، يعني مخليها خفيفه بحيث برضو ان هي لما البطاطس تستوى معايا الصلصه ما تبقاش تقيله قوي كده،
يعني ما تبقاش تقيله ما تعرفيش تاكلي منها، لا انا بخليها كده كده بتتسبك، بتبقى صلصتها مظبوطه وتبقى حلوه. انا هنا بقى هحط ورقتين من اللوري. انا طبعا كل ما بعمل صينيه بطاطس عايزه اقول لكم ان ورق اللوري دوت بيخلي طعم صينيه البطاطس جميل جدا، كانك عامله فيها شوربه فراخ بالظبط. هنا بقى انزل بمعلقتين من الزيت ماشي، وهنزل بقى بمعلقه من السمنه. طبعا حطيت سمنه عشان تدي طعم للبطاطس. انا عايزه اقول لكم ان السمنه الروابط جميله جدا في الاكل وانا بستعملها على طول. لو ما فيش سمنه بلدي وزبده انا بستعمل السمنه الروابط. هنزل كده بمعلقتين من السمنه. طبعا انا مش حاطاها في التلاجة، حطاها في المطبخ. بما ان الجو حر بقى السمنه عندي اهيت عامله زي الزيت عشان الجو حر، فبقلب كده من على الوش وهنحطها بقى على البوتاجاز تستوى. وطبعا احنا بقى الغسل نشوف بقى الفرخه بتاعتنا هنعملها ازاي، وهنعمل صينيه البطاطس بتاعتنا الجميله اللي انتوا شفتوها ازاي. طبعا انا من النوع اللي ما بحبش يا جماعه اعمل الفراخ في صينيه البطاطس كده وهي نيه، انا ما بحبش اعمل كده. طبعا بقى لازم التكه الاخيره بقى والحركه الاخيره شويه فلفل اسمر كده على الوش بيدوا طعم جميل جدا لصينيه البطاطس. هنحطها بقى على النار ويلا بينا نشوف الفرخه بتاعتنا يا جماعه. شطفتها كويس ومقطعاها 5 قطع زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الصدر كان كبير جدا فانا قطعته 3 قطع. انا هنا جبت الحله بتاعتنا، نزلت بيها بالحبان والمستكه ورق اللوري ونزلت بالفرخه بتاعتنا. انا يا جماعه ما بحبش اعمل الفرخه في صينيه البطاطس ني في ني كده، ما بحس ان هي ملهاش طعم، بحس ان البطاطس معايا زفره بجد. انا هنا لما باخد الفرخه مستويه وبسوي البطاطس وبحطها على طول في الفرن تاخد وش زي ما انتوا شفتوا اللون الجميل ده، بتبقى طعمها جميل تحفه، بتبقى طعمها جميل. عايزاكم تجربوها بالطريقه دي. انا هنا الفراخ اتشوحت معايا اهيت وحطيت بصلايه، جبت بقى المره دي طماطميتين وبشرتهم بالمبشره علشان تديلي طعم احسن واحسن كمان. شايفين على الطماطم عامله ازاي؟ هقلبها بقى شويه كده واسيبها مع بعضها كده شويه. رجعت لها تاني اهوت. هنحط بقى البهارات بتاعتنا. نزلت بقى كده باتنين مرقه من الدجاج مع الملح، مع معلقه من الملح، ونزلت بهم كده على الفرخه وزعتها كلهم عليها. وبعد كده هنزل بالفلفل الاسمر بتاعنا اهوت وهسيبها كده شويه الفرخه لما تبقى تتعمل في عرقها شويه. وانا نزلت عليها بالميه طبعا، بس انا ما جبتش اللقطه دي في الفيديو. طبعا الفرخه كانت استوت معايا. وهوريكم الوقت بقى صينيه البطاطس اهيت. شايفين هي بتاخد كده سويه على النار. ادي يا جماعه صينيه البطاطس هي بعد ما طلعت، شايفين ولا صلصه تقيله ولا حاجه، صلصتها مظبوطه والفرخه معايا مظبوطه اهي. انا هي اتحطيتها في صينيه البطاطس وعملتها بالصوص بتاع الطماطم علشان تتحمر مني في الفرن. يعني انا حطيت البطاطس، حطيت الطماطم الفرخه على البطاطس وحطيت عليها بتاع الصوص بعد ما استوت زي ما انتم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين الصينيه بعد ما طلعت من الفرن؟ شايفين الحلاوه والجمال؟ دي مستويه دي مستويه يا دوبك خدت وش تحمير مش اكتر. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي ما اشتركش معانا يا ريت تشترك معانا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.